ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تبقوا كويسين. وحشتوني قوي قوي. انا النهارده عايزه اتكلم معاكم في موضوع مهم قوي. احيانا كده بحس اني ما عندناش خلاص طاقه زي زمان. يعني او مش عارفه، الدنيا بقت شويه مختلفه. كل واحد بقى شايل هم، وكل واحد بقى عنده ضغوطات، وكل واحد بقى عنده مسؤوليه قوي يعني. فاحيانا كمان بيبقى ممكن يكون عندنا وقت كتير فاضي، بس برضو مش قادرين نعمل حاجه وعندنا فراغ كبير قوي. فازاي بقى نتخلص من الفراغ ده؟ يعني انا بحس لما بيبقى اليوم عندي في فراغ وعندي فراغ ومش قادره، ما عنديش طاقه ان انا املى اليوم بتاعي، بحس ان انا متضايقه، وان انا مش عارفه، ما عنديش طاقه ان انا اقوم واملى اليوم حتى لو حاجات بسيطه. وبحس ان الفراغ ده بيبقى حاجه برضو مش حلوه قوي، لان ده بيخلينا نقعد كده نفتكر الحاجات اللي بتضايقنا، ودماغنا بتروح لبعيد، ونفكر في حاجات مش لذيذه، وحاجات كانت بتزعلنا وبتضايقنا. فدي مش حاجه برضو بحسها كويسه قوي. ففكرت كده في شوية حاجات، حلول بسيطة، تعالوا نجرب نعملها سوا. ان لما نحس ان احنا عندنا فراغ كبير كده واليوم بتاعنا مش عارفين نعمل فيه حاجة، ممكن نجرب نعمل حاجات بسيطة خالص. زي مثلا نتشجع كده، نقوم نلبس حاجة حلوة وبألوانات مبهجة، ونحط برفان كده، وننزل نتمشى شوية في الشارع لوحدنا عادي، مفيهاش مشكلة. ونتمشى كده في مكان بنحبه، او نقعد في مكان بنحبه. وممكن برضو ان احنا نعدي كده على محل مثلا بيعمل مشروبات حلوة، عصير حلو بنحبه ونشربه، ونسمع مزيكا برضو بنحبها، ونعمل حاجة كده، حاجة تخلينا كده متشجعين، وحاجة تملى يومنا، ونحس بعد كده ان اليوم بقى جميل، وان احنا عملنا فيه حاجة حلوة لنفسنا. ما بقاش كده يوم فاضي او يوم فيه فراغ، لا، مليناه بحاجة. ونرجع بقى تاني عندنا طاقة، ونكمل بقى يومنا عادي جدا. او لو في ناس مش قادرة تنزل، او هي خلقها مثلا النهاردة مش كويس او متضايقة او كده، وملهاش طاقة ان هي تلبس وتنزل، ممكن تعمل في نفس اليوم ده مثلا ان هي تفتح الشباك، تطلع تقعد في البلكونة شوية، تشرب حاجة حلوة بتحبها، حاجة سخنة، قهوة، مشروب تاني، حاجة مفيدة. انا ذات نفسي بحب اشرب كاكاو قوي. هو مشروب كده بيبقى خليني كده ريلاكس، ومشروب جميل ومفيد على فكرة جدا الكاكاو. وبحب كده اقعد في البلكونة واجيب كتاب بحبه واحب اقعد اقراه. فانتوا كمان ممكن تعملوا كده، تطلعوا في البلكونة، تمسكوا كتاب بتحبوا، تقروا رواية معينة، تسمعوا حاجة مثلا بودكاست زي ما انا بقول لكم كده دلوقتي يعني. بحس ان دي حاجات صدقوني هتفرق معانا جدا، حتى لو ما عندناش طاقة لأي حاجة، عشان بس نملى الفراغ بتاع اليوم بس. وفي كمان ممكن وانتوا بتدخلوا تعملوا اكل، مش لازم نبقى بنعمل اكل عشان مجرد واجب بقى ومفروض ناكل او ناكل الناس اللي معانا في البيت. لا، يعني انا ممكن اعمل اكل وانا مبسوطه وانا مستمتعه. ويعني يا سلام بقى لو انا بشغل حاجه وانا بعمل اكل، بعمل كده اكل على مزاج، بعمل اكله مختلفه او اكله جديده، او مثلا شفت وصفه معينه، وصفه جديده مختلفه فعايزه اقلدها، وابتكر انا كمان، واستمتع بالاكله اللي انا بعملها، واستمتع بالتجربه، واحس ان انا مليت اليوم بتاعي واكلت كده وانا مبسوطه. وممكن وانا باكل اتفرج على حاجه، ممكن وانا باكل مع حد بحبه نتحكي سوا. فبحس ان لا، اليوم ما بقاش كده فيه فراغ. بعد ما كان طاقتي مش موجوده، لا، بقيت طاقتي احسن، بقيت ماليه اليوم. بعد ما بخلص بقى ال الاكله دي، احس يا لا، انا عملت النهارده انجاز، عملت حاجه حلوه، استمتعت. وعلى فكره الفراغ بحسه مش دايما حاجه وحشه قوي، لان لما بقعد مع نفسي بحس كده ان انا برضو اكتشفت نفسي شوية، قعدت كده مع نفسي وشفت انا محتاجة ايه، انا عايزة ايه، انا ايه الحاجات اللي عايزة اغيرها من نفسي، انا ايه الحاجات اللي عايزة احسنها، انا ايه الحاجات اللي انا عايزة اطورها. كل ده ممكن ينفع في الفراغ بتاع اليوم لو انا ما عنديش حاجة. بدل ما بقى برضو قاعدة فاضية ومتضايقة وقاعدة افتكر الحاجات اللي بتزعلني، لا، اشتغل على نفسي شوية، اقعد افتكر انا ايه اللي مضايقني، انا ايه، طب انا ليه متضايقه من الحاجه دي، طب خلاص انا هقرر ان انا ما اتضايقش من الحاجه دي تاني. او اشوف ايه الحاجات اللي ممكن تخليني احسن، او اشوف ايه الحاجات اللي هي بتخليني كده مبسوطة فاعملها، او ايه الحاجات اللي بتخليني مرتاحة نفسيا. طب ايه الحاجات اللي انا ناقصاني وعايزة اجربها. طب ايه الحاجات اللي انا كان نفسي اتعلمها حتى زمان وما جاتليش الفرصة ان انا اتعلمها، فادور ابتدي دلوقتي اتعلمها. ادور على اليوتيوب، اشوف حد ممكن يعلمها لي، او اشوف ايه الطريق اللي انا ممكن اتعلم منه الحاجة اللي انا كان نفسي اتعلمها زمان وما عرفتش اتعلمها دلوقتي. في حاجات كتير صدقوني لو مليناها في يومنا او فكرنا نعملها بالراحة، هتلاقوا اليوم بتاعكم مليان وجميل،
ومش ما فيش فراغ ولا حاجه. انا نفسي بس ما نستسلمش للفراغ بتاعنا عشان ما نبقاش متضايقين. ابداوا حتى بحاجه بسيطه خالص، زي ما بقول لكم انزلوا تمشوا في الشارع، قوموا كده خدوا شاور والبسوا حاجه بتحبوها، اعملوا شعركم تسريحه جميله. والناس اللي محجبه برضه ممكن تلبس طرحه لونها جميل او طرحه مميزه بتحبها. صدقوني هتحسوا ان يومكم مليان، يومكم مبهج وجميل ومفيش فراغ ولا حاجه، وهتكونوا احسن، وهتحسوا ان اليوم فعلا بقى فيه كده شويه حاجات وانجازات عملتوها حتى لو حاجه بسيطه. وهتحسوا بقيمه نفسكم كده، وهتحسوا ان انتوا يعني ما بقتوش متضايقين زي الاول. وقولوا لي لو انتوا كمان حسيتوا بفراغ كنتوا بتعملوا ايه ساعتها. ولو جربتوا الحاجات الجميله دي قولوا لي برضو، شاركوني رايكم. ولما بتبقوا متضايقين ويومكم كده في فراغ وطاقتكم مش قادرين تعملوا حاجه، قولوا لي بتتغلبوا على ده ازاي. وقولوا لي كمان ايه المواضيع اللي حابين نتكلم فيها اكتر وندردش فيها مع بعض. وبس كده، ولو سمعتوا الفيديو للاخر فشكرا لكم جدا. اشوفكم الحلقه الجايه. باي باي.